اقول لك بقى تاكل فرايد تشيكن منين؟ تعالى يا جماعه ناكل فرايد تشيكن منين؟ ايوه زي ما انت سمعت بالظبط كده يا كركي، والناس دي بتقول على نفسهم ان هم ابطال القرمشه. بس انا في الفيديو ده جاي اقول لك على حاجتين مهمين جدا انت ما كنتش تعرفهم عن كركي. اول حاجه ان هم بيعملوا عروض جامده جدا اذا كان كنت فرد او عيله، ومش بس كده، تاني حاجه ودي الاهم، كل اللي بيروحوا كركي مش بيلاقوا مكان. فعايز اقول لك ان كركي وسع وبقى عنده مكان كبير قوي. ده غير كمان ان عنده قاعده بره على البحر على طول، وزي ما انت شايف كده 24 ساعه بسم الله ما شاء الله كومبليت. هتقول لي ليه يا عم خالد الناس دي دايما زحمه؟ احب اقول لك ان كلمه هم ابطال القرمشه دي مش من فراغ. بص بقى يا سيدي، كركي على طول عامل عروض، ده غير ان الاكل بتاعه كله فريش. ولو انتوا عيله او عددكم كبير فعامل عروض اجمد بقى، 10 قطع فراخ مع بطاطس كتير جدا مع 4 عيش وكورسلو كبير واسعار حلوه جدا. طب انا يا عم خالد ما بحبش الفرايد تشيكن اللي فيها عظم. احب اقول لك يا عزيزي ان هو برده ما نسيتش الناس اللي بتحب الستريبس. عمل لنا بقى 15 قطعه ستريبس مع 4 عيش مع بطاطس كبير وكورسلو واسعار متناوله للجميع. فاي ثينك كده يا عزيزي ان انت هتدلع اخر دلع. والمناسبه كده لو هتروح في رمضان فحاول كده تروح من قبل 6 عشان المكان بيبقى زحمه، والمكان سهل وبسيط على البحر على طول تحت فندق المحروسه. وصدقني وما ترجعش ورايا، جمهوريه خالد